السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة تيج جوهرة في فيديو جديد. كنتمنى تستفدوا منه. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الحيلة بسيطة وبغيت نشاركها معكم، وكيفاش تضعفوا مسحوق الماعن بجودة عالية وبطريقة سهلة، ويعطينا تعقيم وتنظيف في نفس الوقت وأجمل. خليكم معايا حتى الأخير إن شاء الله. على بركة الله. اول حاجه عندنا هنايا عندنا فاش غادي نجمعوا هذا المسحوق اللي هو ديال المواعين. كيف ما كتشاهدوا انا دائما كنستعمل هذا النوع لانه فيه النكهه ديال الحامض، وكذلك خل ابيض تقدري تبدله بخل اخر. وعندنا هنا باكيه ديال الملحه اللي هو كيزيد يعقم داك مسحوق المواعن. بالنسبه للطريقه كيف ما كتشاهدوا معايا كناخدو المسحوق ديالنا ديال المواعن تقريبا ديال إترو، فيه عدة كل واحد وباش كيغسل المواعين يعني كيبقى اختياري. اول حاجه غادي نضيفو المسحوق ديال المواعن على هاد الطريقه كله. من بعد ما ضفنا مسحوق ديال المواعن يعني إترو كيعطيك 5 لترات، وتقدري تستعمليه في عدة استعمالات. ونضيفوا الخل، والخل يعني حسب اختياري. قد ما كتزيدي في الخل قد ما كيتعقد داك سميتو داك هذا مسحوق ديال المواعن. من بعد غادي نضيفوا الملحه على هاد الطريقه. تقريبا باكية الملحه كلها. من بعد كنحركهم غير بشويه باش ما يعطوني ديك الرغوه، يعني ما بغيتهاش دابا، فقط كتحركيه باش هذيك الملحه تذوب وتتجانس مع المكونات الاخرين. من بعد كنضيف الماء تقريبا 3 لتر ديال الماء غادي نضيف له في الاول كيف ما كتشاهدوا معايا البنات. من بعد غادي نسد القرعه ديال 5 لتر وغادي نحركو مزيان، لكن غير بواحد الطريقه اللي هي ماشي بواحد السرعه، فقط نحركو باش هذيك الملحه تجانس ليا مع المسحوق ديال المواعن والخل على هاد الطريقه. وما نحاولش ندير الرغوه، فقط نحرك باش ما يعطينيش بزاف الرغوه. كيف ما كتشاهدوا معايا كنشوف هذيك الملحه اللي هي في التحت واش دايبه ولا لا. كتحركوها مزيان. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما حركته مزيان غادي نضيف له الماء. حتى كنعمر القرعه ديال 5 لتر. من بعد ما درت إترو ديال مسحوق المواعن مع الخل وهذا والملحه، كنحصل على واحد 5 لتر ديال مسحوق المواعن. بعد ان شاء الله 12 ساعه غادي تلاحظوا معايا ان هذا الصابون كيتخمر وكيكون ثقيل، وفي نفس الوقت يعني كتزيديه تعقميه بداك الملح وهذا والخل.
وتقدري تستعمليه في عدة استعمالات. يمكن لك تصبني به مناديل المطبخ، ولا مثلا تنظفي به بوطاغاز والرخام وتسيقي به وتري به، مثلا تصبني به. وحتى لافابو يعني يمكن لك تستعمليه في اي حاجه، لانه ماشي غير هو صابون المعين فقط، انك ملي كتزيدي ليه ملحه وهذا والخل، يعني كتزيدي تعقميه، يعني كتزيدي واحد يعني واحد الكميه، كتحصلي على واحد الكميه الصابون اللي هي ممتازه واجمل وتعقيم وتنظيف في نفس الوقت. غادي نوريكم كيف ما كتشاهدوا معايا الصابون اللي حصلنا عليه. كيف ما كتلاحظوا معايا كيجي خاتر وثقيل، فقط انك كتاخدي واحد الكميه قليله وكتضيفي لها الماء وكتستعمليها في غسل المواعين. وغادي نوريكم المواعين اللي غسلت بهذا المسحوق، لانني دائما كنستعمله وفي الدار، ولهذا بغيت نشاركه معكم اليوم ان شاء الله. كما كتلاحظوا معايا خديت القليل من هذا المسحوق اللي قديناه، وضفت له النص الماء. ضروري ما تضيفي الماء فاش كتغسلي به المعينات، لانه كيجي ثقيل بزاف. وكما كتلاحظوا معايا كيدير الرغوه، وفي نفس الوقت كتزيدي تعقمي المعين ديالك. وغادي تلاحظوا النتيجه ديال هذا المسحوق اللي هو 5 لتر ديال الصابون، وبطريقة اقتصادية. يعني غادي يبقى عندك تقريبا أكثر من شهر أو شهرين على حسب استعمالات كل سيدة. فقط أنك غادي تاخدو إترو ديال مسحوق المواعين، وغادي تديري هذه الطريقة. وكنتمنى هذه الفكرة تعجبكم وتنشروها، لأنها غادي تنفع جميع كل سيدة في البيت، كما انا نفعتني في التخمال، وغسلت بها جميع المعينات كيف ما كتلاحظوا معايا. وكنتمنى كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، وإلا نال اعجابكم ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعيل الجرس باش ان شاء الله يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمه الله.